مش بتلاحظ ان في مدربين كتير على الخط تلاقيهم واقفين عمالين يعملوا كده؟ خش هناك، روح هناك. كلمة بتسمعها كتير بس ما قالوش عليها في التحليل. الحركه دي معناها اللي هو قربوا من بعض، ودي اسمها خطه الميديم بلوك. الفريق كله بيقرب من بعضه ككتله واحده، بيقولوا عليها بلوك، وبيفضلوا واقفين في نص الملعب مستنيين الفريق التاني يجي لهم. خش هتجيبك. كل سنه وانت طيب يا بيه. الشاي بس اندمجت شويه معلش. الطريقه دي بتخلي الفريق التاني مزنوق في خيارين ما لهمش تالت، يا هيلعب كوره عاليه يا هيلعب على الاطراف، وغالبا الكوره هتطلع بره او هتتقطع. ومن اشهر المدربين اللي لعبوا ميديم بلوك هو مورينيو. بس خد بالك اوعى تتلخبط بين الميديم بلوك وركنه الاتوبيس. لو عايز تعرف ركنه الاتوبيس هعمل لك عليها فيديو تاني. الميديم بلوك مش دفاع عشوائي، هي طريقه بتخليك توفر مجهود وتتحكم في لعب الفريق اللي قدامك من غير ما تضغط عليه كل شويه، يا دوبك بتقفل النص وبتخليه هو اللي يغلط او بتركبه الغلط. ويا سلام لو بعد ما تقطع الكوره تعمل تحول سريع بهجمه مرتده تعرف تجيب بيها جوان. من الاخر ممكن ما تكونش اقوى فريق، بس لو فاهم ازاي تتحرك كفريق واحد تقدر تكسب اي فريق قدامك. وعلى راي المقوله الشعبيه للاعب الاسطوره، اقفل اللوك والعب ميديم بلوك.